وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جي... الله يستر كاسا كنصور في الفيزيك العربية. جيت نعطيكم السؤال الاخراني ديال نص شعري ما عطيتوش لكم. عنده صيغة وحدة. هذا السؤال كيقول: اكتب فقرة تناقش فيها القضية المطروحة مبديا رأيك فيها. اكتب فقرة تناقش فيها القضية المطروحة مبديا رأيك فيها. وردوا البال هاد مبديا رأيك فيها بعض المرات ما كيقولوهاش لكم وكتصدقوا دايرين الرأي، ولا كيقولها لكم وكتنسوا الرأي. اذا حنا عندنا نص شعري كيهضر على شي موضوع معين، مثلا كيهضر على التسامح ولا الجمال. بزاف هو كيهضر على القيم الاخلاقيه، التسامح، الجمال، التضامن الى اخره. هذاك التسامح ولا الجمال ولا التضامن هذه كي كتسمى القضيه. اذا كنقولوا يناقش الشاعر، حيت عندنا نص شعري ماشي الكاتب كما كنقولوا في النص. الشاعر يناقش الشاعر قضيه التسامح. الا عندنا تسامح، تضامن، تاخي، على حسب شنو الموضوع اللي عندنا ولا القضيه اللي عندنا. وكنقولوا حنا دابا ملي كنقراو النص الشعري كنلقاو شي ابيات كيتشابهوا، ماشي بالضروري يكونوا مرتبين. ممكن البيت الاول كيتشابه مع الثالث وكيتشابه مع الخامس، والبيت الثاني كيهضر على حاجه اخرى، كيدعي لحاجه اخرى كتشابه البيت الاخر مع البيت الاخراني، ماشي مع البيت اللي تابعو. اذا حنا كنقراو وكنقسموا الابيات اللي كيتشابهوا كنعزلوهم. كنقولوا يناقش الشاعر قضيه التسامح. هذا مثلا عندنا التسامح، ففي الابيات عندنا البيت الثاني والرابع والسابع والعاشر مثلا يعبر فيهم الشاعر عن قضيه الاخوه. اذا شنو كيدير هنا؟ كيعبر لنا على قضيه الاخوه كاساس لبناء المجتمع. اذا هنا القضيه راهي الفكره اللي كاينه في دوك الابيات هي التعبير عن قضيه الاخوه كاساس لبناء المجتمع، ونتوسع ونقول باعتبارها انها تقوم بكذا وكذا على حسب شنو جاني في دوك الابيات. اما في الابيات 3 و5 6 كيهضر على حاجه اخرى، يدعو فيها الشاعر الى نبذ الاحقاد ونتوسع بحيث ان الاحقاد تهدم المجتمع مثلا. تنكمل حتى نكمل الابيات ديالي. يعني انا شنو درت؟ هذا هو اللي كيتسمى التركيب. درت نبذه على شنو كاين في دوك الابيات كاملين، يعني بحال قريتهم وخديت افكار منهم، عزلت الابيات اللي كيتشابهوا، خديت الفكره ديال كل وحده فيهم شنو كيحاولوا يوصلوا ليا الشاعر ووسعت. ومن وسعت في الاخر غندير نقطه ونجي ندير هذيك، حيت قال لي مبديا رايك فيها، نجي ندير هو من وجهه نظري الخاصه الاخوه مثلا قيمه انسانيه عظيمه كذا وكذا وكذا. هكا غادي نكون ساليت. الشباب بغيت نتفق معكم يعني نتفق معكم على واحد النقطه مهمه. بزاف منكم كيسولوني شحال جبت في الامتحان الجهوي، ولا رديتوا البال ما عمرني جاوبت على هذا السؤال. والسبب انني ما جاوبتش لان الموضوع في صالحكم. حيت علاش نتوما غديروا التقييم لهاد المنهجيه هذه واش زوينه ولا خايبه بالنقطه اللي جبت انا، مع العلم ان اللي غيخدموا بهذه المنهجيه هذه وغادي هادشي غتشوفوا ملي غدوزوا الوطني، ملي غدوزوا الجهوي. الله يستر راه التلفون. ملي غدوزوا الجهوي ويخرجوا لي ريزولطا غتلقاو جوج ديال الصحابات ولا نتوما جوج صحاب درتو نفس المنهجيه. ملي خرجتوا كتسولوا بعضياتكم شنو جاوبتي غتلقاو جاوبتوا نفس الاسئله، وفاش غيخرجوا لي ريزولطا غتلقاو فرق كبير في المعدلات. مثلا واحد جايب 19 وواحد جايب 12 وما تفهموش علاش. هادشي راه انا تحطيت فيه شخصيا. ما كنقول لكمش هاد الهضره هادي باش نفشلكم، ولكن باش ديروها في بالكم باش عمركم ما تحطوا التقييم ديال النقطه اللي تحطات في الجهوي بالضبط، حيت كيوقعوا فيها اخطاء تصحيح بزاف تقييم لداكشي اللي درتو. يعني بيت القصيد انا حيت ما كنقول لكمش هاد الهضره هادي باش نفشلكم ولا باش زعما نبدا نبرأ في راسي. انا الحمد لله المنهجيه اللي عطيتكم انا متاكده انها هي المنهجيه الصحيحه وهي باش خدمت. ولكن كنقول لكم هاد الهضره هادي باش ديروها في بالكم. بيت القصيد وخلاصه تلقاو اللي عليكم خصكم ديروه هو انكم تضبطوا هاد المنهجيه هادي، تحاولوا ديروها بطريقه صحيحه باش ما يكونش خطا منكم، وتجاوبوا توكلوا على ربي سبحانه وتعالى. وإلا جبتي نقطة زوينة في العربية راه الحمد لله والشكر لله، وإلا ما جبتيش نقطة زوينة في العربية ما جبتيش ديك النقطة اللي بغيتي الحمد لله والشكر لله. في جميع الأحوال الحمد لله، وربي ما كيسد عليك باب كيحل البيبان الاخرين. هادشي اللي غنقول لكم حيت انا هادشي راه طحت فيه شخصيا بلا ما نقول لكم النقطة دابا باش ما نحفظكمش وباش عاوتاني الا كانت زوينة ما نفرحكمش اكثر من القصص تصدقوا ما جايبينهاش. ديروا اللي عليكم، جاوبوا بواحد الطريقة اللي غادي ترضاو على داكشي اللي كتبتو. صافي كتسمى درتي اللي عليك والباقي على الله سبحانه وتعالى.